عليكم بالجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر حذيفة بن اليمان أنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. أمره بذلك. فهذا الذي يقي من الفتنة ومن شر دعاة النار ودعاة الضلال، وما أكثرهم اليوم. فاتقوا الله عز وجل واحذروا من دعاة الضلال ومن دعاة الفتن، لا تصغوا إليهم، فإنهم الآن يؤججون الفتن بين المسلمين عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الكتابة، عن طريق الإنترنت، عن طريق أشياء كثيرة من الوسائل المستحدثة. يهيجون الفتن بين الناس حتى يثور بعضهم على بعض، حتى تثور الرعية على ولي الأمر، حتى ولي الأمر يغضب على رعيته، حتى يتقاتلون، حتى تخرب البلد، حتى يتشرد الناس، حتى تقتل الأنفس. كل ذلك بسبب الدعاة الذين على أبواب جهنم. فاحذروهم والزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء